الرجال قبل وبعد الزواج. بنسمع كلام كتير وتعليقات أكتر عن الستات وإزاي بنتغير قبل وبعد الجواز، لكن الرجالة ما بيقفوش ثانية واحدة مع نفسهم علشان يشوفوا هما اتغيروا قد إيه. وأول تغيير بيكون المظهر، في الوقت اللي بيحكم فيه الرجال على الستات لأن وزنهم بيزيد بعد الجواز والأطفال، لكن الحقيقة إن الرجالة هم اللي شكلهم بيتغير بعد الجواز، لأن الرجالة بطبيعتهم مش بيهتموا بمظهرهم كتير، فبعد الجواز مش بيشوفوا هدف من الاهتمام بمظهرهم أصلا، بيعتبروا ده فرض على الست وبس. لكن هو من حقه وزنه يزيد ويبقى عنده كرش ولسه شايف نفسه برنس تشارمينج. تاني تغيير هو التغيير في السلوك. الحقيقة إن سلوك الراجل قبل الجواز بيكون شبه المرشح في الانتخابات، كل همه إنه يكسب رضاكي. بعد الجواز بيبدأ يتصرف زي الوزير اللي في حكومة كل مهمتها هي رفض المطالب الشعبية. تالت تغيير هتلاحظيه هو التغيير في الظروف المادية. الحقيقة إن الحياة بتتغير بعد الجواز، ومع المسؤوليات الكتير اللي عندكم أكيد هتحسي بفرق، ومش كل طلباتك هتكون مجابة طبعا. يعني قبل الجواز الراجل إيده في جيبه مستعد يدفع أي مبلغ علشان يشتري لك اللي انت عاوزاه، وبعد الجواز بتكون إيده في إيدك بس علشان يمسكك قبل ما تروحي على أي محل. رابع تغيير الصمت. كتير بنسمع عن مشكلة الخرس الزوجي. الحقيقة إن كل الكلام الكتير اللي بيكون قبل الجواز بيختفي بعد الجواز، والكلام لساعات في التليفون والرسايل لحد الصبح كل ده بينتهي لما بتبقوا في وش بعض ليل نهار. وقتها بيكون ماتش الأهلي أجمل بكتير من عينيك، والاستوديو التحليلي أحسن من حكاية صاحبتك اللي عندها مشكلة مع مامتها. فقبل الجواز بيكون الراجل كله أذان صاغية، لكن بعد الجواز بيكون مجرد أفواه مفتوحة. خامس تغيير الرومانسية. الحقيقة إن الرومانسية مش بتتغير بعد الجواز، هي بتختفي تماما، أو على الأقل هو ده الوضع في معظم الحالات. فلو عايزة هدية في الفالنتاين لازم تفكري باليوم ده، ولو عاوزة تحتفلي بعيد ميلادك لازم تبدأي حملة إعلانية من قبلها بشهور، وإلا هيعدي اليوم زي بقية أيام ربنا ومش هيفتكر أي حاجة. سادس تغيير هو التعود. أكيد بعد الجواز بتحصل حالة من التعود والملل، ومع الوقت بيبدأ الراجل يتخلى عن حذره ويرجع لطباعه القديمة وعاداته اليومية اللي ممكن تضايقك كزوجة، وعليكي بقى إنك يا إما تتأقلمي مع العادات دي أو تحاولي تتكلمي معاه، بس المهمة مش هتكون سهلة فخدي بالك. طبعا الكلام ده ممكن ينطبق على معظم الجوازات لكن مش كلها. صدقيني انت بتصنعي جوازك بنفسك وبإيدك تخليه أسعد جواز في الدنيا. خليكي انت الاستثناء من القاعدة الكئيبة.